السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هشرح لكم بالتفصيل ازاي ندخل على حساب الطالب عشان دخول الاختبارات، ونقدر ان احنا بعد ما نخلص الطالب ويأدي الامتحان نسجل خروج وندخل طالب اخر، يعني نسجل لطالب اخر. يعني احنا لو عندنا في البيت عندي 3 ولاد وما عنديش غير جهاز واحد بس لابتوب، وعايزة اسجل لولادي في الاختبارات لأبنائنا في الخارج، ازاي بدخل اسجل لكذا طالب على نفس الجهاز؟ انا بدخل اسجل لواحد، بعد ما بيخلص الامتحان بعمل تسجيل خروج، وبعد ما بخلص تسجيل الخروج ده بدخل اسجل الطالب اللي بعده ويخلص الاختبارات ويأديها، ادخل اسجل الطالب الثالث مثلا، حتى لو عندنا اكتر من 3. تمام؟ ازاي هنسجل اكتر من حساب على نفس الجهاز؟ اول حاجة لازم نكون متأكدين وعارفينها ان احنا مش هنسجل غير من عن طريق المتصفح جوجل كروم، عشان الاختبار مش هيفتح معانا من اي متصفح تاني. تمام؟ لازم نكون بنسجل عن طريق جوجل كروم، لازم نكون عندنا لابتوب او كمبيوتر موصل بكاميرا. نفتح متصفح جوجل كروم بالشكل ده، هندخل عند كلمة البحث وهنكتب كلمة المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج. هنختار أول حاجة في البحث لما بتجيلنا، أول حاجة هي المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج، ما نختارش البوابة الإلكترونية. هتفتح معانا بالشكل ده، هنختار كلمة نظام الامتحانات، نمشي مع بعض بالخطوات واحدة واحدة كده، والأمور هتبقى طيبة ومفيش أي مشاكل هتقابلنا. تمام؟ أول ما بيفتح معانا الصفحة بتاعت نظام الامتحانات، تمام، بنرفع الصفحة لفوق كده، بنوقف الفيديو. عايزين نسجل الطالب، هنسجله ازاي؟ احنا فعلنا الحساب وغيرنا الرقم. تمام؟ بندخل على الصفحة دي وندوس هنا على كلمة تفعيل حساب اوفيس، هتفتح لنا الصفحة بالشكل ده. تمام؟ طريقة التفعيل احنا مش عايزينها، احنا مفعلينه. تمام؟ احنا بس بنرفع كده ونضغط على الرابط الازرق ده، هيفتح معانا بالشكل ده. انا مسجلة طالب مثلا عندي ولا حاجة، هروح داخله ايه، لو انا عايزه اسجل لنفس الطالب تاني هضغط على تسجيل دخول. طب انا مش عايزه اسجل له، عايزه اسجل لحد تاني من اخواته، هضغط على التبديل الى حساب اخر، فهتظهر لي الصفحه بالشكل ده. تمام؟ هاجي هنا عند المربع ده او المستطيل ده واسجل الطالب اللي انا عايزه اسجل له الجديد. تمام؟ انا عملت خروج لابني التاني، ماشي، وعايزه اسجل حد جديد، ابني اللي هو مثلا في اعدادي او في ابتدائي. هضغط على عنوان البريد الالكتروني هنا واجي اسجل البريد الالكتروني بتاع الطالب، واسجل كلمه المرور بتاعته. بعد كده هضغط تسجيل دخول. طبعا احنا بنكون بنحفظها في الواتس او في الملف كده على الديسكتوب عندنا، نكتبه على الوورد مثلا او نكتبه كتابيا، بس نراعي ان احنا ما نكتبش اي حرف او اي رقم غلط، علشان لو كتبنا اي حاجة غلط هيقول لنا هذا البريد غير موجود على الميكروسوفت، او يعني مش موجود بريد بالاسم ده، بحثنا عن البريد ده مش موجود. فاي حرف او اي رقم هيكون مكتوب غلط مش هيفتح معانا الاكونت. فانا هروح اجيب البريد اللي انا حافظاه مثلا عندي عشان افتح بيه. هسجله هنا او اكتبه. تمام؟ باجي هنا
اضغط كلمة تسجيل دخول. طيب بعدها بيفتح لي كده عشان اسجل كلمة المرور، بقف هنا كده واروح اجيب اكتب كلمة المرور، او لو انا حافظاها عندي اجيبها واسجلها. طبعا احنا بنتكلم على كلمة المرور اللي احنا فعلناها، يعني احنا لما كلمة المرور جت من الإدارة اللي اتبعتت لنا عن طريق حساب ولي الأمر، أولها ايجيبت هاشتاج و5 أرقام، احنا أخدناها كتبنا كلمة مرور جديدة احنا فعلناه يعني، وعملنا كلمة مرور جديدة، وبعدين احنا بندخل نسجل بكلمة المرور اللي احنا فعلناها مش اللي مكتوب بيها ايجيبت. تمام، وكده أنا سجلت كلمة المرور. اضغط تسجيل دخول، هيروح فاتح معايا الصفحة بالشكل ده، وفوق الصورة دي هتلاقي مثلا مساء الخير يا كذا، او صباح الخير اسم الطالب يعني. تمام، وعلى الشمال هتلاقي صورة الطالب، او لو مش حاطين صورة بيبقى مكتوب اسم الطالب والبريد بتاعه. تمام. طيب انا بعد ما خلصت كده والصفحة عندي بالشكل ده اعمل ايه؟ خلاص كده انا عايزه ادخل الامتحان، انا كده دخلت على صفحه الاوفيس ما دخلتش على الامتحان. اعمل ايه؟ انا كده دخلت على صفحه الاوفيس وهروح راجعه لكلمه المنصه الالكترونيه الاولانيه دي اهي. احنا كنا هنا دي الصفحه اللي فعلناها اهي، اللي فيها اسم الطالب اللي فيها الصوره دي. هنرجع للاولانيه اللي فيها الفيديو دي. تمام، احنا كده فتحنا الحساب اهو على الاوفيس كاننا فعلناه. هندخل على دخول منصة الامتحانات بالشكل ده، هيفتح لنا المنصة. تمام، دلوقتي انا عايزة اسجل بقى الطالب، اشوف الطالب في مرحلة ايه بالظبط وادخل على المرحلة المناسبة ليه. علشان انا لو ابني في المرحلة الاعدادية وجيت سجلت على الابتدائية واتلخبطت، هتيجي تدخل هيقولك ان البريد ده مش مسجل هنا. تمام، فانا الطالب ده في ابتدائي، يبقى هندخل على المرحلة الابتدائية، سواء بقى 4 أو 5 أو 6، انت دخلتي خلاص المرحلة الابتدائية اللي بتشمل ال3 صفوف دول. ونضغط على sign in with Microsoft، هنلاقي الحساب فتح معانا دايركت لوحده في اسم الطالب على اليمين من هنا بالعربي. تمام، وهنا بالشكل ده على الشمال كلمة اكزام اللي احنا بندخل منها للاختبار. تحت هتلاقي اسم الطالب وبياناته. تمام، وهو في الصف ايه ومنهج ايه. تمام. طيب كلمة اكزام ريزولتز دي يعني هو الاختبارات الايه المفروض هتبقى موجودة بعد كده. طيب احنا دلوقتي في كلمة اكزام دي هي اللي تهمنا. احنا عندنا هنا الاكزام دي بالانجلش، لو عايزين نغيرها العربي بنروح على اسم الطالب هنا، هنلاقي جنبه اي ان. لو ضغطنا على كلمة اي ان يعني احنا كده اهي بالشكل ده، لو ضغطنا عليها هتجيب لنا انجلش وعربيك. انتوا عايزين تغيروا الصفحة لعربي تدوسي ايه عربي بالشكل ده. جاب لنا بدل كلمة اكزام جابها اسمها الاختبارات. تمام، يعني هنضغط الاختبارات لو هي بالعربي، هنضغط اكزام لو هي بالانجلش. طيب انا بشرح شرح مبسط اهو عشان في ناس كتير مش عارفة تدخل الاختبارات ازاي. تمام، اصبح اسم الطالب بعد ما كان مكتوب هنا في المكان ده خلاص راح الناحية التانية هنا. تمام. طيب احنا بنعمل ايه بعد الخطوة دي؟ احنا بندخل على كلمة اختبارات اللي فوق دي، نضغط عليها هيدخلنا على الاختبار. طبعا هو مفيش اختبارات دلوقتي فهيقولك لا يوجد اختبارات. طبعا قبل ما ندخل على الكلمة دي، اول ما دخلنا على الاختبارات بيجيب لنا الشاشة دي. اول ما بنضغط على الاختبارات على طول بيفتح لنا الكاميرا واضحة معانا منورة اهي. تمام، بيجيب لنا الصفحة دي
الصفحة دي كده معناها ان انا عايزة ادخل على الاختبار، بس لازم اعمل شير سكرين للايه، شير للديسكتوب. طيب اضغط هنا، بعدين اضغط على كلمة مشاركة، هيروح فاتح لي الاختبار معي. هو لا يوجد اختبارات يوم السبت ان شاء الله بداية الاختبارات، هتلاقي كاتبلك ايه، مربع كده، اختبار اللغة العربية. فالمفروض ان احنا بنضغط على الاختبار، وبعد كده بيدخلنا على الصفحة اللي فيها الاختبارات، اللي كان فيها الشرح اللي زي الفيديو هنا، اللي هو بيقول لنا دوس لو الصورة واضحة هتدخل الاختبار على طول. اهو هتدخل على قائمة الاختبارات وهتختار الاختبار واضغط. بعد ما الاختبار يبدأ هتلاقي عدد الأسئلة طبعا هنا بيقول لنا لو الصورة واضحة هتدخل الاختبار على طول، يعني لازم نكون قاعدين في إضاءة كويسة. تمام. طيب احنا اول ما دخلنا الاختبار هيجيب لنا الأسئلة وعدد الأسئلة، ونخش نقدر ان احنا نبدأ الاختبار. الأسئلة عندنا بتبقى في مربع زي كده، تمام، او مستطيل زي كده، وتحتها الايه، الاختيارات، اللي هو الامتحان عبارة عن ايه، اختيار من متعدد. ايه هو الاختيار من متعدد؟ يعني كذا إجابة احنا بنختار منها إجابة واحدة، أو بنبص فوق هنا فوق السؤال، أوقات بيقولك اختر إجابتين أو اختر ثلاث إجابات. تمام، لازم نبص فوق السؤال. السؤال عندنا بيبقى في المربع ده، فوقيه بيكتب لك اختر إجابتين. لو هو مش عايز غير إجابة واحدة مش هيقولك اختر كذا، هتبقى مش مكتوب فيها حاجة. تمام. هنا العداد بيعد الدقايق، وبعدها احنا بنقدر ان احنا نجاوب. بعد ما بنجاوب على السؤال بنضغط التالي، فبيجيب لنا بعدها السؤال مثلا اللي بعده. تمام. طيب السؤال اللي احنا واقفين عليه بيبقى معلم بالازرق، حليناه وخلصناه ورحنا على السؤال اللي بعده رقم 2، اصبح السؤال اللي احنا حليناه اللي كان لونه ازرق رقم 1 مثلا بيبقى لونه اخضر، يعني معنى كده خلاص احنا تم الاجابة عليه. طيب السؤال اللي لونه رمادي ده اللي احنا لسه هنجاوبه، طب احنا وقفنا عنده على رقم 2 اصبح لونه ازرق، جاوبناه هيبقى لونه اخضر. جينا على السؤال الثالث مش عارفين نجاوبه واحنا واقفين عليه هو ازرق ومش عارفين نجاوبه وعايزين نأجله، بنضغط تأجيل الإجابة، فبيصبح اللون السؤال برتقاني. ماشي. وبعدها بنروح على السؤال اللي بعده هيبقى لونه ازرق، جاوبناه هيبقى لونه اخضر. بعد ما نخلص خالص هنيجي نقف على السؤال اللي باللون البرتقاني، وليكن عندك عدد الأسئلة سؤالين 3 مأجلهم، مش مشكلة، بتقف على اللي انت مأجله تدوس عليه، هيروح السؤال جايلك هنا تاني، وتحاول تقرا السؤال كويس وتجاوب عليه. وبعد كده تضغط التالي، ضغطت التالي تروح على السؤال اللي بعده اللي هو كان متأجل مثلا. تمام. وهكذا لغاية لما نخلص كله، يبقى كل الأسئلة باللون الأخضر، آخر سؤال بيبقى باللون الأزرق، حتى لو انت مجاوبه بيفضل لونه أزرق لغاية لما تسلم الأسئلة كلها ويكتب لك تم الانتهاء من الاختبار. اسم الاختبار ومدة الاختبار والأسئلة اللي انت جاوبت عليها وحالة الأسئلة، خريطة الأسئلة، ودي من خلالها هتقدر تعرف الناتج. اللون الأزرق يعني السؤال الحالي، اللون الأخضر يعني الأسئلة اللي انت جاوبتها، اللون الأبيض الأسئلة الغير مجابة، اللون الأصفر الأسئلة المؤجلة، اللون الرمادي تعرف بعد مكان عرض الأسئلة، مكان الإجابة، تأجيل السؤال التالي. لما تجاوب على السؤال وتكون متأكد من الإجابة تقدر تضغط على كلمة تالي وعلى كلمة موافق. لو احتجت تأجل سؤال وتجاوبه في وقت بعد كده في الامتحان، اضغط على كلمة تأجيل الإجابة واضغط على كلمة موافق. تقدر ترجع للأسئلة المؤجلة بإنك تضغط على رقم السؤال. لما تخلص إجابات كل الأسئلة اضغط على كلمة انتهاء الامتحان واضغط على موافق. وبكده خلاص كده تم شرح دخول الاختبار لأبنائنا في الخير. بالتوفيق يا رب للجميع، وإن شاء الله الأمور هتبقى طيبة والامتحانات كويسة يا جماعة، وواحدة واحدة كده
هنقدر ايه ان احنا نجاوب. هقول لكم دلوقتي ازاي نخرج من الحساب ده ونسجل حساب تاني. احنا بالشكل ده، طبعا انا كنت بوريكم الفيديو تاني. بالشكل ده احنا رجعنا للصفحة اللي فيها الطالب اللي احنا مسجلينه اللي مكتوب عنده لا يوجد ايه اختبارات. طب هو دلوقتي خلص الاختبار وكتب تم تسليم الاختبار، وانا عايزة اسجل له خروج عشان اسجل لاخوه. تمام، بروح على اسم الطالب هنا، ماشي، بروح على اسم الطالب واضغط عليه هنا كده واضغط تسجيل خروج. تمام، جينا هنا عند كلمة اختيار حساب هتظهر لنا بالشكل ده، فاحنا هنقف هنا ونضغط كده كده هيخرجنا. انتظر دقيقة حتى نسجل خروجك. اول ما يقولك تم تسجيل الخروج، تمام، بنروح قافلين المتصفحات اللي عندنا كلها بالشكل ده. خلاص قفلناها. عايزين نسجل حساب للطالب اللي بعده، بنروح تاني على جوجل كروم ونضغط هنا منصة إلكترونية، ونفس الخطوات بنعملها من جديد بالشكل ده. برضو هنضغط هنا. تمام، هو قال لنا هنا مرحبا بك مرة أخرى وجايب لي اسم الطالب اللي كنا عنده. طيب احنا لو حبينا نضغط كده، لو انا ما عنديش غير طالب واحد هضغط كده تاني فهيدخلني واسجل كلمة المرور وادخل الامتحان. طب انا مش عايزة بقى الطالب ده، عايزة اخرجه علشان عايزة ادخل لاخوه. تمام، هضغط على التبديل لحساب اخر واجي هنا اسجل الطالب الجديد. باجي اقف هنا كده واسجل الحساب الجديد واضغط تسجيل دخول واستنى ان هو يقول لي ادخل كلمة المرور. تمام، بسجل كلمة المرور وبيدخلني على طول على صفحة الاوفيس. تمام، بالشكل ده وفوقيها اسم الطالب. تمام، وفي الجهة التانية صورته. طيب انا عايزة ادخل على الاختبار بقى، هعمل ايه؟ مش هدخل على الصفحة دي، الصفحة دي لأ، هروح سايباها وداخلة على الصفحة اللي فيها الفيديو، واروح جاية هنا كده اضغط على دخول منصة الامتحانات. دخلني على المنصة، اتأكد الطالب في انهي مرحلة وادخل على المرحلة بتاعته. خلاص كده اتأكدت انه في المرحلة الاعدادية شامل الاول والتاني والتالت الاعدادي. اضغط على ساين ان ويز مايكروسوفت كده دخلني على الطالب. تمام، ادوس هنا اكزام، اجيب لي الكاميرا. تمام، اضغط هنا اعمل مشاركة، هيدخلنا على الامتحان. لا يوجد اختبارات برضو. تمام، بس انا عايزه اسجل تسجيل خروج تاني بقى عشان ادخل الطالب التالت. بروح واقفه برضو هنا كده واعمل لوج اوت لو هي بالانجلش، او اعمل تسجيل خروج لو هي ايه بالعربي. لازم الصفحه دي تفتح معايا واروح ضغطه هنا كده، هيروح قايل لي ايه تم تسجيل ايه خروجك. انتظر دقيقه حتى نسجل خروجك. اول ما بنخرج نقفل كل المتصفحات، ولو عايزين نفتح من جديد بنخش على جوجل كروم من جديد ونعمل نفس الخطوات. تمام، سجلت خروجك، امسح المتصفحات وابدأ لو عايزة ادخل على على طالب جديد بنفس الخطوات وهكذا. تمام، لو في اي سؤال او استفسار او اي حاجة مش عارفينها ابعتولي بقى في الكومنتات او على الواتساب او على جروب الفيسبوك. وبالتوفيق يا حبايب قلبي يا رب. جروب الواتساب المنهج المصري لأبنائنا في الخارج،
أو أبناؤنا في الخارج، جروب الفيسبوك المنهج المصري لأبناؤنا في الخارج، صفحة وقناة اليوتيوب أبناؤنا في الخارج. تمام، كله هحطها في التعليقات إن شاء الله. بالتوفيق للجميع يا رب، وإن شاء الله إن شاء الله الامتحانات تبقى كويسة، ومش عايزين ولا أي حد يتوتر ولا يتضايق، وإن شاء الله الامتحانات هتبقى كويسة بإذن الله. أي حاجة عايزينها بعتولي في التعليقات، وشكرا لكم جميعا.